الشتا داخل وكوارث بتحصل. المية السخنة بتبهدل الدنيا، بتجيب من الآخر على فكرة. حذرنا كتير، بس قبل ما اقول اي حاجة تعالوا نصلي على النبي كلنا في الكومنتات ونقول تحذيرنا على دخول الشتاء من ايه، او للناس اللي هي بتستحمى بمية سخنة. صلوا على النبي يا جماعة عليه افضل الصلاة والسلام. معانا شيماء بنت الشرقية اللي ماتت بعد 48 ساعة من جوازها، يعني ما كملتش حاجة. شيماء عروسة زي أي بنت كانت بتتمنى إنها تتجوز وتفتح بيت وتتجوز اللي بتحبه شريك حياتها. اتجوزت شيماء وعملت هيصة وفرح، والأب جهز والأم جهزت والزغاريت عليت في المكان، وكان فرح يا أسطوري زي ما بيقولوا كده بالظبط. كنا بنودع عروسة الجنة، كنا بنودعها، كانت طايرة طايرة بفرحها يا جماعة، وكانت زي القمر، وبنوتة صغننة عندها 21 سنة 20 سنة. طب ليه يا جدعان اللي بيجرى فينا ده؟ ولا حاجة. المهم شيماء دخلت شقتها وقعدت بقى فرحانة بحياتها وبزوجها حبيب عمرها وحياتها الجميلة ديت. لكن الزوج خرج تقريبا يعمل حاجة، فرجع بينادي على شيماء مش لاقيها، يا شيماء يا شيماء يا شيماء، مفيش شيماء. دخل على الحمام يخبط، الباب مقفول وشيماء مش بترد. فتح الباب او كسره بمعنى اوضح، لقى شيماء مرمية على الارض، لا حول لها ولا قوة، متعرية الجسم. طبعا مراته العروسة اللي بقالها يوم، عروسة يوم وداخلة تاخد شاور، يعني عروسة. المهم بهدل يعني الدنيا صريخ، وده وجري جاب الاسعاف وخدوا البنت وجريوا بيها، كانت ان هي توفت. طب من ايه بقى؟ انا هقول لكم من ايه. شيماء عايزه تاخد شاور، وده يا جماعه اللي احنا بنحذر بيه. السخانات الغاز او اي سخان بيطلع بخار، البخار ده بيفقدك الاكسجين اللي في جسمك، فتحسي بدوار فتقعي فتموتي. بتحصل حالات اختناق بالظبط، هو ده اللي حصل لشيماء. لذلك بنقول ان دايما الحمام خلوا فيه شفاط او شباك. ما انتيش عايز تفتحي ضلفه من الشيش او من الازاز، طبيعي بيبقى شباك الحمام ما فيش فيه شيش، بيبقى سلك وازاز. افتحي ضلفه واحده بس علشان تطلع البخار اللي انت عاملاه في الميه السخنه. ان كتير بيقولك لما احط ميه سخنه على جسمي هسترخي كده وعضلات جسمي هتفك، ده خطأ. وبعد ما يحسوا بالدوار والدوخة يفتكروا ده استرخاء المية السخنة، برضو خطأ. ده سحب الأكسجين من الجسم، هو ده اللي بيؤدي إلى حالة الاسترخاء ثم الوفاة وحالات الإغماء وبعدين الوفاة. شفت الصورة؟ ده اللي حصل مع شيماء عروسة الشرقية، عروسة اليوم. دخلت تاخد شاور، طبعا ده تفسير الطب الشرعي. دخلت تاخد شاور، فالميه كانت سخنه جدا والدنيا كاتمه، فانسحب الاكسجين من جسمها فابتدت تدوخ، فالدوخه ادت الى سقوطها مع سحب الاكسجين من الجسم. لذلك تم عمليه الاختناق وتوفت بحاله اختناق نتيجه سحب الاكسجين زي ما شرحت كده. طيب ايه، الشتا داخل والميه السخنه هتبقى يعني فواتير الغاز والكهرباء هتبقى بالعبيط. هناخد بالنا ولا هنعمل حالات الاستهتار اللي احنا فيها ديت، اننا نسيب عيل صغير يخش يستحمى؟ على فكرة انا عايزة اقول لكم اني انا ما كنت اسمع زمان على حالات الوفاة والاختناق في الحمام، كنتش اصدق. يعني بيتخنوا في الحمام ازاي؟ طب ما انا بدخل اخلي الحمام ده دخانة قد كده ولا حاجة، طب ايه مات في الحمام ليه؟ كنت بسمع كده، والله كنت بسمع كده لحد ما ربنا يعافينا ويعافيكم ويرحم أمواتنا جميعا. حد قريب مني جدا، حد قريب مني جدا، شاب كان يعول أسرته، دخل قال لأمه أنا جعان، جاي من بره قال لأمه أنا جعان. خش يا حبيبي طيب الشطف واما تطلع هتلاقيني عامله لك الاكل. انا جعان يا امي عايز اكل الاول.
قالت له معلش يا حبيبي خش الاول بس اسمع الكلام يا كذا. شاب يعني ما يغلاش على اللي خلقه، ومعرفتي انا شخصيا قريبي. تمام. دخل ياكل، قصدي دخل الحمام، وهو بيستحمى الام لقيته اتاخر. انا حضرت لك الاكل يا فلان، يلا يلا يا حبيبي انا حطيت لك الاكل. دخلت تدور على ابنها كبرها اللي يعولها ويعول ابوه، لقيته اسم الله يا عيني نايم على الارض ومخنوق من البخار، الميه السخنه او الغاز اللي موجود في الحمام. طبعا ربنا ما يوريها لحد ولا يدوقها لاي ام. انهارت انهيار تام، واحساسها بالذنب ان هو كان جعان قبل ما يدخل يستحمى وكان عايز ياكل الاول. بس طبعا دي اعمار. فانا بحذر وبقول مره واتنين وتلاته وعشرة، رجاء رجاء يا جماعه، رجاء بالله عليكم حاولوا ان انتوا تخففوا من سخونيه الميه شويه وتركبوا شفاطات في الحمام علشان ارواحكم وارواح عيالكم. والله الجرائم دي كتير حصل منها، والله 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 حصل كتير جدا. خدوا بالكم من نفسكم من عيالكم، وربنا يعافينا ويعفو كل الناس من اي شر ويحميكم ويحمي اولادكم من اي اذى. شكرا لكم وشكرا لحبايبي متابعين قصص وحكايات هدى، وانتظروني تاني في قصة جديدة في قصص وحكايات هدى.